بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم متابعين الغوالي. اليوم إن شاء الله الموضوع اللي بدنا نحكي فيه يا شباب موضوع بهم كتير من الشباب اللي عم يشتغلوا بمهنة المطاعم، وخاصة موضوع الشاورما. بتمنى من كل واحد عم يسمعني وعم يتابع الفيديو هاد يتابع الفيديو من أوله لآخره بدون انقطاع، وبدون ما يقدمه لحتى يفهم شو عم بحكي بالحرف الواحد من البداية حتى النهاية. مو بشاني أنا، بشان كل واحد عم يتابع وعم ينتظر هذا الفيديو. هلأ نحن حكينا من كم يوم شو الأسباب اللي بتخلي سيخ الشاورما ناشف معي، وبعد فترة من تعليقه على شواية الشاورما عم يطالع ريحة كريهة، وبتجي بتدوق منه بتلاقي الطعم تبعه صارت سيئة جدا. هلأ العلماء بهذه المصلحة كل واحد له رأي. العلماء بهذه المصلحة كل واحد له رأي، وكل واحد بيفسر رأيه حسب خبرته. اللي بيقول لك من المي، اللي بيقول لك لأنك ما عم تكبس. أنا بيجي بقول لك مثلا من التبريد، فلان بيقول لك من الخلطة، فلان بيقول لك من البهارات. كل واحد بيحكي رأيه ووجهة نظره، تمام؟ لكن الشيء الصح وبدون أي نقاش ولو حتى اختلف فيه العلماء بهذه المصلحة، في 6 أمور أنت إذا تتجنبها من سابع المستحيلات سيخ الشاورما يضرب معك، أو تطلع له ريحة كريهة، أو يتغير طعمته. طبعا أنا في شغلة مهمة أنا بدي نوه إلها قبل ما بلش. أنا عم بحكي سيخ شاورما فريش من الألف إلى الياء، يعني ما يكون في بايت نهائيا. سيخ شاورما الدجاج كله فريش، كله طازة. لكن وقت اللي بده يكون في بقلب منه محطوط ومدخل قطع شاورما بايتة من قبل بيوم، هاد بيختلف الكلام نهائيا. نحن نقاشنا اليوم نسبة كبيرة من ريسين الشاورما يطلع بها السيخ ساعة زمان، ساعتين زمان، 3 ساعات زمان، بتلاقي بلشت تطلع ريحة سيئة، تغير الطعم. وإذا ما طلعت ريحة سيئة وتغير الطعم 4-5 ساعات بتلاقي الدجاج صار مثل البلاستيك معه، ناشف وما له أي طعم نهائيا، يعني ما بيعود جوسي. طيب يا شيف أبو فراس، أنت عم تقول إنه في عنا 6 خطوات لازم ننفذها لحتى ما نقع بهذا المحظور اللي هو نشفان السيخ وروايح كريهة واختلاف بالطعم. في مجال يا شيف تخبرنا إياها؟ أكيد، نحن عاملين هذا الفيديو لحتى نحكي فيها والكل يسمع والكل يجرب. أنا دائما بحكي التجربة أكبر برهان. الحكي الكتير ما في منه فايدة. أطلع أعمل فيديو 20 دقيقة ولا 30 دقيقة قاري على الفاضي،
ووقت التنفيذ العملي يطلع الكلام اللي عم بحكيه كله غلط، هذا ما في منه فائدة نهائيا نهائيا. طيب خلينا نشوف ليش بيضرب معنا السيخ، وليش تتغير طعمته، وليش بتطلع له ريحة كريهة والعياذ بالله. وأنا مصادف هذه الأمور، وعلى فكرة في أشخاص مو بسهولة من الزباين الكاستمر، مو بسهولة بيقفشها، يعني في ناس بتمرق معه وحتى لو كان في ريحة كريهة للدجاج، لكن الغالبية بتمرق مع شوية صلصة بالصينية، بتسقسق الدجاج وبتمرق. لكن اللي شغال بالمصلحة وعنده خبرة بالمصلحة، أول ما بيجي بيوقف قدام السيخ بيشم الريحة مباشرة. وانت كمعلم ما في داعي تستنى لهذا الوقت، انك تصل لمرحلة انه خلص الريحة بلشت تعوف وتعبئ بالمكان كله. لمجرد شكك بهذا الموضوع، انت بامكانك تمسك اصبعتك هذه وتدخلها بين شرحات الدجاج. لمجرد انك شميت تنسيمة ريحة، نصيحة والافضل لك انك تمسك السيخ وتدخله لجوا، لانه استمرارك فيه هذا رح يوصلك لمرحلة انك رح تخسر زبونك يوم أفا يوم، كل يوم رح يقول له عدد زباينك. خلينا نبلش على بركة الله، وصلوا على الحبيب محمد. هلا أنا من وجهة نظري المتواضعة والخبرة القليلة بهذه المصلحة، أول أشياء اللي أنا بحكيها وبنصح فيها عم يشتغلوا بالشاورما بشان ما يقع بهذه المشكلة، هي موضوع البهارات. كيف يا شيف البهارات؟ يا جماعة نحن طبعا، وقبل ما أكمل هذا الفيديو رح يكون طويل لحتى أشرح كل شيء بالتفصيل. إذا ما لك خلق ما رح تستفاد، بدك تسمع كل شيء بالتفصيل. كيف يا شيف البهارات؟ هلأ البهارات بتنقسم عندي لقسمين، تمام؟ أول قسم اللي هو التجريبي اللي انت أجريت عليه تجاربك وبحوثك كيف رح تطبق عيارات هذه البهارات، كيف رح تساويها. والشق الثاني اللي هو بتدخل على اليوتيوب وبتشوف فلان والثاني والثالث والرابع وبتاخد منهم وبتبلش تشتغل عن عدم معرفة وعدم خبرة. أنا وصلت فيني مرحلة هلأ صدقا والله يا شباب، في اتصالات بتجيني ومسجات نفس المشكلة عم يعانوا فيها. فأنا بسأل يا أخي أنت كيف مجهز هذه البهارات؟ وإذ بتفاجأ بيقول لي أنا دخلت على الشيف الفلاني بيطبق البهارات وبيساوي سندويش بالبيت وبيشتغل، ومن الشيف هاد وبشان صحتك والله حيه وشكلس لك الأمور وزبط الشغل ومن هون ومن هون ومن هون، وأنا عم بشتغل فيها للشاور. طب يا شباب، نحن صرنا مليون مرة حاكين اللي منشوفه نحن باليوتيوب هذا 90% منه لشغل ست البيت. أنا وقت واحد عم يطلع ويساوي شاورما باليوتيوب وعم يقول لك أنا عم ساويها بالبيت بالمقلاية وكأني قاعد بنص الميدان بالجزماتية أو بمنطقة ضخمة وكبيرة وأطيب منها،
هاد مع احترامي إله كذاب، لأنه في فرق كبير بالترتيب وبالشغل من الأرض للسماء، ما بتطلع هيك. هاد الله يعطيه العافية عم يشتغل لحتى يعطي وصفة شاورما لست البيت تمشي أمورها فيها، تمشي أمورها، لكن ما هي شاورما اللي بنفس الشاورما اللي بتتاكل بالمطاعم. ولا أحد بيسترجي يفتح تمه ويحكي بهذا الموضوع، وأنا على استعداد للمواجهة وجه لوجه مع أي واحد بيحكي هيك. خلصنا من هاد، نسأل شخص تاني: أنت منين جبتها؟ والله يا شيف أخذتها منك أنا، بس طلعت الشاورما تبعك مو ظريفة. أنا عم بجيب مثال على حالي أنا، لأني ما بدي تهجم على أي أحد. طيب أخذتها مني أنا، قبل ما تعتمدها عود أنت فكر فيها شوي، فكر فيها شوي بس. أنا وقت بدي أجي لك وقل لك يا ابن الحلال حط لي نص كيلو زنجبيل ونص كيلو فلفل أبيض ونص كيلو فلفل أسود ونص كيلو هيل و250 جرام قرفة وربع كيلو قرنفل وما بعرف شو وما بعرف شو. طيب هذه التناسب بالعيارات وين راح؟ بترجاكم أحد يعني يخبرني أنا غشيم، التناسب بهذه العيارات وين راح؟ أنا بدي أحط نص كيلو زنجبيل ونص كيلو فلفل أبيض ونص كيلو هيل وربع كيلو فلفل أسود وما بعرف شو، وين التناسب بالعيارات صار؟ والله عم بتفرج أنا مبارح على اليوتيوب واحد من الشباب عم يشتغلوا بفسيخ الشاورما، عامل فيديو على اليوتيوب ما بدي أذكر اسم، والله الخلطة تبعه 12 صنف بهار، 8 منهم نص كيلو نص كيلو نص كيلو نص كيلو نص كيلو نص كيلو، 8 أنواع بهارات نص كيلو. طيب التجانس بهذه خلطة البهارات وين راح؟ نحن مو ضرب على عدد أنواع البهارات، وأنا صرت حاكيها أكثر من مرة. العيار تطبيق العيار، أنت وتطبق العيار يا أخي، هون المشكلة. تطبيق العيار براس القائمة، المقدار بالجرام. انت بعد تجربتك مرة وتنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وعشرين وسنوات راح يطلع عندك خلطة خاصة فيك بعد كل هالتجارب. بينما في شريحة من العالم ما بدها تجرب يا أخي، بدها تاخد خلطة جاهزة مجهزة وتشتغل فيها وتقول بسم الله. ممكن قلة مروة منهم، ممكن تنبلة، ممكن الزلمة أموره المادية ما بتسمح له إنه يقعد يجرب خلطة بهارات ويجرب بالدجاج. في أمور كتير، ونحن ما بنلوم حدا. نحن عم نعمل هذه الفيديوهات لحتى نخدم العالم ونساعد العالم كيف يوصل لأطيب خلطة شاورما وتكون ما فيها أي إشكالات بعدين. فرح يجي شخص يسألني يا شيف يعني البهارات إلها كل هالتأثير هاد؟ أكيد تطبيق البهارات بعيارات نظامية وصحيحة 100%، واختيار البهار الصح بيلعب دور كبير بنشفان السيخ وبتغيير طعمته بعد ما تطلع فيه وبإنه يضرب. هي مو وحيدة، لكن هي العامل أساسي بهذا الموضوع هذا. على سبيل المثال يا شباب، كتير من الشباب الموجودين بالقناة عندي أخذوا خلطة البهارات وكتير اشتغلوا فيها وجربوها. أتمنى وبترجى كل واحد فيكم اشتغل بخلطة البهارات يخبرني بعد ما أخذ الطريقة من القناة، نشف معه السيخ من أوله لآخره
ضرب معه السيخ، طلعت له ريحة كريهة، اختلف طعمه. يا ريت يا ريت اللي عانى من هيك مشكلة يكتب لنا بتعليق: والله يا شيف أنا اشتغلت ببهاراتك والسيخ بعد ساعتين 3 صار ينشف وطلعت منه روايح وطعمته تغيرت. يا ريت يكتب لنا. الشغلة الثانية اللي هي الخلطة اللي بنخلطها وبنحط معها البهارات مشان نخمر الدجاج، هذه كمان بتلعب دور أساسي. هذه إلها دور أساسي كمان بموضوع نشفان السيخ وتطلع له ريحة وتضرب طعمته. كيف يا شيف أبو فراس؟ طيب هلأ بنشوف بعض الأحيان بيجيك شخص لا على التعيين وبدون ذكر أسماء، بيجي بيقول لك إذا أنت بتحط دبس بندورة بخلطة الشاورما رح تضرب معك ورح ينتزع سيخك ورح يطلع سيخك لونه أسود. يا عيني عليك. طيب شو ساوي يا شيف؟ اوعك تحط دبس بندورة وإذا بتتفاجأ هو عم يطبق جايب لي دبس فليفلة، دبس فليفلة ها، وحاطط لي اياه بقلب الخميرة. طيب أنا بدي أسألكم سؤال أنتو اللي عم تشوفوا هالفيديو أنو أغمق ولونه داكن أكتر وفي مواد بتخلي الدجاج ينهري أكتر، دبس البندورة لما دبس الفليفلة؟ أكيد 100% دبس الفليفلة، أكيد 100% دبس الفليفلة. جيب زبدية فيها دبس بندورة وجيب زبدية فيها دبس فليفلة، شوف لون هادي وشوف لون هادي، وداخلة أنت إذا بتحلل المواد اللي داخل دبس الفليفلة بتخلي الدجاج ينهري أكتر بكتير من المواد اللي داخل دبس البندورة، وبتعطي لون أغمق بكتير من دبس البندورة. دبس الفليفلة الموجود بالسوق غالبيته بيكون في مواد حافظة، ودبس البندورة في مواد حافظة. دبس الفليفلة بيكون داخل فيه مادة زيتية اللي هي الزيت مشان تحفظه ما ينتزع. دبس البندورة ما بينوجد فيها. نسبة الملح بدبس الفليفلة أكبر من نسبة الملح بدبس البندورة. هاي المواد كفيلة إنك يطلع سيخك غامق، وممكن إنه تكون سبب من الأسباب إنه يضرب السيخ معك. طيب مو شرط يا شيف إنه إذا أنا حطيت دبس فليفلة ينضرب معي سيخ الشاورما. طيب ونحن صلنا سنين وأيام بنحط دبس البندورة، وصدقا يا شباب سيخ الشاورما بيتعلق الساعة 12 الظهر للساعة 10 11 بالليل، من سابع المستحيلات انه يضرب او ينشف او تطلع له ريحة، من سابع المستحيلات. حسب ما انت عم تشتغل، حسب ما انت عم تحط مواد. انت متعود تحط دبس فليفلة انت حر. شغلة تانية، انا ما بكون عم بشتغل بخميرة فيها دبس بندورة ودبس فليفلة وبدخل عليها لبن. خلطة الشاورما اللي بتتساوى باللبن غير خلطة الشاورما اللي بتتساوى بدبس الفليفلة أو دبس البندورة. كل واحدة شكل، كل واحدة ترتيب، ما فيني ادمج التنتين مع بعض، هذا أكبر غلط.
انت قبل ما تختار خلطة لك بدك تعرف وين رايح، بدك تعرف شو بدك. مو بس انا جبت هالمواد هي وخلطتها مع بعض وتبلت شاورما وقلت انا عم ساوي شاورما. لا، انت بدك تحدد اتجاهك اخي الكريم. انت شو بدك؟ قناعتك وين؟ الليمون له معيار ومقدار محدد. الليمون من الأسباب الرئيسية بنشفان السيخ، له عامل أساسي بنشفان السيخ. كميته الزايدة بتلعب دور كبير بنشفان السيخ. نوعية الليمون كمان العامل أساسي بنشفان السيخ. كمية البردقان اللي بدك تحطها طبعا أكيد 100%. التوم اللي عم تحطه، الزيت اللي عم تحطه داخل الخميرة اللي انت عم تساويها، هاد كلياته بالإضافة مع البهارات اللي انت خالطها ومعتمدها بشكل صحيح وانت عندك ثقة بحالك انه هذه هي الأساسية، يا بتاخدك على الجنة يا بتاخدك على النار. واحدة من تنتين. هلا في سؤال توجه لي ورح احكي عليه بآخر شيء. ليش يا شيف ابو فراس انت مو من الشيفية ولاحظنا عليك بأكثر من مقطع فيديو انت بخلطة الشاورما لا بتحط توم ولا بتحط زيت، مع انه كتير شيفية شاورما ومعلمين شاورما بحطوا توم، وفي منهم بحطوا توم بودرة، وفي منهم بحطوا بصل بودرة، وفي منهم بحطوا زيت، وفي منهم بحطوا هدول كله. يعني هذه الطامة الكبرى. راح احكي انا ليش ما بحط لا توم فريش ولا توم بودرة ولا بصل بودرة ولا زيت. الشغلة الثالثة واللي أهم وأنا ذكرت فيها أكثر من مرة يا شباب، ذكرتها أكثر من مرة وأكدت عليها بأكثر من فيديو. يا حبايبي يا غوالي يا حلوين، أي واحد بيشتغل بهالمهنة ومو بس الشاورما بيجي بيقول لك لا تغسل الدجاج، أنا على كفالتي. هاد صدقا حرام يكون اسمه شيف، حرام يكون اسمه شيف. أولا ليش؟ لأني أنا ما بحب أحكي حكي على الفاضي، بس أنا رح أذكر ليش حرام يكون اسمه شيف. أولا مهما كان حجم النظافة للدجاج اللي جايك من المسلخ، فأنا ما عندي ثقة 1% من الدجاج اللي بيجيني بنسبة نظافته. هي وحدة. تنتين، انت وانا والثالث والرابع وعيلتك وولادك واصحابك ورفقاتك والدنيا كلها عم تاكل من هالدجاج اللي انت مالك عم تغسله، اللي عم تجيبه من عند السبلاي وتحطه بهالتربيعات وتزت الخميرة تبعك يا باشا وتخمر وتبيع للعالم، يعني بكلابه يا لبن. ولا أحد يتحجج بموضوع الدجاج شربان مي. الدجاج شربان مي، انت اسمك شيف لحتى تعالج أي مشكلة بتتعرض إلها. انت لابس القميص الأبيض وحاطط الطربوش الأبيض تبعك لأنك
مجبور انك تعالج اي مشكلة تكون معك من خلال المطبخ اللي انت عم تشتغل فيه وتقدم الاكل للعالم. جاني الدجاج بغسله، والله اذا بيكون عندي ثقة 1,000,000% انه عم يغسلوا الدجاج ونطفوه، فلازم اني اغسله ونطفه وطالع الزفرة اللي بقلب منه بشكل جيد وصفيه وبعدين خمره لحتى انا اكون مطمئن وعم طعمي زبوني شيء نظيف. فموضوع الغسيل لا احد يناقش فيه نهائيا، ولا حدا يرد فيكن على اي واحد بيقول لك لا تغسل الدجاج. انا عم بنصح نصيحة، واللي بيزعل من كلامي هو حر. بعيدة للمرة 100 مليون، الدجاج الشيف اللي بيجي الدجاج وبيخمره للشاورما بدون غسيل، والله حرام يشتغل بهذه المصلحة. والله قد ما كان سيخك اللي عم تعلقه، قد ما كان سيخك اللي عم تعلقه، ولا تتباهى بحجم السيخ اللي انت عم تشتغل فيه وتبيعه. قد يكون المنطقة اللي انت عم تشتغل فيها والمكان اللي انت عم تشتغل فيه عليه رجل وعليه زحمة وعليه طلب، او البلد اللي انت عم تشتغل فيها الناس بتفتقر للقمة الشاورما العربية والسورية حصرا، فعندك ضغط الشغل. لكن بأكد لك مع التدريج وبالأيام رح تقل زباينك وحدة أفا وحدة. في بعض الدول، بعض الأماكن، بعض الشوارع، الناس متعطشة لتاكل لقمة شاورما مختلفة عن الشاورما الغير تقليدية اللي بتعرفها هي، فبتلاقي عليه ضغط كبير بالشغل، فبيتوهم انه هو صح، بيتوهم انه هو صح، لكن بيتفاجأ مع الايام انه الشغل عم يقل بالتدريج، وحدة أفا وحدة أفا وحدة أفا وحدة. فرب العالمين أكرمك بالمكان الجيد وبكثرة الكستمر عندك، اشتغل صح وخدوم مصلحتك صح لحتى تستمر لأطول فترة من الزمن صح. هاي خلصنا منها وما في مجال للنقاش بموضوع غسيل الدجاج نهائيا. 4، وهذه كمان من الأسباب، طريقة التخمير. أنا جهزت الخلطة، غسلت الدجاج، بهاراتي ظريفة، أموري كلها تمام، حطيت هالدجاج بعد ما صفيته بهالترابيع وبدي كت الخميرة فوق منه وخمره. انت بحاجة أخي الكريم انك تخمره بشكل نظامي 100%، يعني تقليب مستمر لحتى أصغر قطع دجاج وأصغر مكان بكل فخذ أو كل صدر يوصل له هالتخميرة هذه. مش إنه زتينا الخميرة بس وعملنا له هيك تقليبة وخلص. المنطقة اللي ما بتكون واصل لها تخمير صح هذه رح تضرب، بس ما حتبين معك انت بالبداية، حتبين معك بعدين بعد ما تحطها بقلب السيخ، لأنه المكان اللي مو واصله خميرة صح هو أول قطعة رح تبلش بإصدار الروائح الكريهة. أنا واحد الناس وقت اللي بيجي بدي خمر دجاج ما بحط كميات كبيرة، يعني عندي سيخ 100 كيلو، ما بيجي بحط ال 100 كيلو بتربيعة واحدة وبزت عليها الخميرة وبقلبه وخلص بزته، لا، عندي 100 كيلو تربيعات 20 20 20 20 5 عشرينات، بقسم الخميرة على 5 اللي أنا مجهزها، بحرك كل 20 كيلو سوا بشكل جيد لحتى كله يتشرب صح. بعدين بدي بضيفهم لتربيعة واحدة كبيرة وبحطهم بالبراد، بدي بخليهم عندي براد كبير بخليهم تربيع تربيع، وهذا أفضل. ليش؟ لحتى الدجاج ياخد
تبريد صح. زيادة الحجم بتخفف مفعول التبريد. لكن لما انت بتحط كميات ضئيلة من الدجاج بعدد شبكات وتربيعات أكثر، نسبة التبريد بتكون أكبر قد ما كان برادك قوي. انت حاطط تربيعة فيها 100 كيلو دجاج بالبراد، وبرادك قوي جدا، ما حنقول انه براد ميت، قوي جدا، لبين ما يصل التبريد لتحت ليصل للتبريد، تطلع بتلاقي فوق بارد، تحت لساته سخن. هاد مع الوقت ساعة ساعتين زمان هذا كله بيخلي الفروج يضرب، بيطلع له ريحة. لذلك بتلاقي أشخاص تاني يوم بيجي بيصفي بشم قطعة الدجاج بيلاقيها ريحتها كريهة قبل ما يشكها. فالأفضل إنك تقسم الخسكار على أجزاء. ما بدي أحطه أنا 5 عشرينات، حطه 30 30 40 40. المهم إنك تقسمهم، تمام. نجي للفقرة الخامسة، وكمان مهمة هذه، وأي فقرة من هدول احنا اللي عم نذكرها يا شباب مهمة جدا، مهمة جدا جدا، اللي هي موضوع التخمير ومدته، مدة التخمير. شلون مدة التخمير؟ يعني بتلاقي بعض الأشخاص خمرت هلأ، لنفرض هلأ الساعة 12 بالليل، تمام، بترك الخسكار عندي أو أحد الشغيلة عندي، نسيه لتاني يوم الساعة 4-5 العصر. عندي أنا خسكار زيادة بالبراد، نسيه مدة طويلة أكثر من المفروض، 20 ساعة 22 ساعة. هذا ما بيصير، أكبر غلط. وأشخاص كمان بتلاقيه خمر، حط الدجاج بالخميرة وزته بهالبراد، 2-3 شاله صفى وبده يشك. هذا كمان ما بيصير. يعني أنا بعرف كتير أشخاص بيفتح هو مطعمه الساعة 4 العصر، بيعلق الشاورما 4 العصر، إجا الدجاج الساعة 12 الظهر، لبين ما خمر وجهز وحطه بالبراد صارت الساعة 1، 2 3 4 سحبه وبلش يشك. هذا ما بيصير. ما لحق الدجاج يشرب، اتركك من الشيف اللي عم تتفرج عليه عم يعمل شوية صدورة مقطعة وعم يسويهم بالمقلاية وبيقول لك بتركه 2-3. هاد ما بتستفاد منه يا أخي. هاد أنا حكيت وبحكيها مرارا وتكرارا، هاد عم يساوي لست البيت، مو لإلك أنت، مو لإلك كصاحب مطعم. هاد عم يساوي لحتى يخدم سيدة البيت، والله يعطيه العافية وما علينا معه أي إشكال، لكن مش إلك أنت، مش أنت كصاحب مطعم. لازم تعطي التخمير مدة جيدة بالتخمير. يعني أقلها 8 ساعات، وأكثرها 12 ساعة. لا تقل ولا تزيد، قلت ضرر وزادت ضرر. عفوا، أنا بعتذر كثير منكم إنه الموبايل عم يعطي رن، بس يعني للأسف الشديد ما فيني وقف الإنترنت أو وقف الاتصالات، لأنه أحيانا تجيني اتصالات ضرورية. الشغلة السادسة والمهمة كمان، ولازم كتير منا يدير باله عليها، اللي هو البراد اللي أنا عم حط فيه. تدخل لأحد المطاعم، وهي أنا شفتها بعيني ما حدا حكالي، بتفوت لعنده على المطبخ، تفتح البراد،
بتحس حالك فاتح خزانة، خزانة مش براد. يعني عبارة عن تبريد مثله مثل براد البيت، وحتى براد بيت بيكون تعبان شوي، يا اما بيكون فريونو والغاز تبعه خفيف، يا اما ما بيكون عم يبرد صح، يا اما بيكون مخففه. يعني يلا تربيعات الستانلس اخذين شوية برودة، بتحط ايدك على الدجاج بتلاقيه سخن. طيب هذا كيف بدك تشتغل انت يا ابن الحلال؟ والله وانا ما عم بحكي، يعني ما عم اقسم بالله ما عم بالغ، والله العظيم فايت لمطاعم على مطابخها، فاتح براد تبع الدجاج تبع الشاورما، وشايف البراد تبريده ميت، زيرو صفر. طيب انت هذا خمرت ولا له مبرد ولا له اخذ حقه بالتبريد، وتاركه 8 ساعات 10 ساعات على الوضع هذا، وبدك ترجع تاخده تشكه وتحطه برا، هذا مو بده يطلع له ريحه، هذا بده يطلع له استغفر الله العظيم يا ربي واتوب اليك. هذا بدك تصل ريحته لبعد سفر 3 4 كيلو متر. كيف عم تشتغل انت هيك؟ براد الخاص بالشاورما المفروض درجة الحرارة والتبريد فيه ما تطلع عن السالب. يعني دائما بدها تكون زيرو فما داون، فما تحت، أقل من زيرو، أقل من زيرو. أنا بدي الدجاج يمسك، يشد، يشرب صح، يكون بارد. أنا طالعه تاني يوم الدجاج حطه بشباك، اجي بدي امسك قطعة الدجاج ما تمسك معي من شدة البرودة تبعها. هيك أنا بكفل لك الدجاج يكون 1,000,000% معك. طبعا حتى ما حدا ياخد كلامي، وقت تتوافق هذه الشروط كلها وانت عم تطبقها، صدقني صدقني أنا كفيل إلك ولأي واحد يناقشني بهذا الموضوع في حياتك لا بينشف سيخ الشاورما معك، هي وحدة، ولا بتحط إصبعتك ضمن شرحات الدجاج وبتشم ريحة كريهة، ولا بيتغير طعمته من البداية. من وقت اللي بتقول بسم الله وبتضرب أول ضربة بسكينة الشاورما لحتى النهاية، وقت اللي يكون عندك آخر سندويشة على الحديد بالسيخ، سيخك مثل الليرة مثل الفل، بشهي، جوسي، وريحة طيبة، وطعم طيب. هدول ما في مجال للنقاش فيهم نهائيا. راح يجي بعض الأشخاص ويسألوني يا شيف، وهذا السؤال أنا سألته يعني عن جد، أنت خلطة الشاورما اللي حاططها بالقناة، أنت هذه اللي متبعها عندك بالمطعم؟ يا شباب ما بدي أحلف يمين، والله ما بدي أحلف يمين، صدقا أنا كنت ماشي فيها هذه الخلطة أكثر من 18 17 ل 18 سنة، والحمد لله ربينا اسم، واسم لا يستهان فيه. لكن من فترة 4-5 سنوات كل يوم في جديد يا شباب. بمهنتنا أنا بحكيها وبعيدها مليار مرة، كل يوم في شيء جديد، كل يوم أنت بتحاول تعمل شيء جديد. أنا من تقريبا 4 أو 5 سنوات عم ساوي خلطة هيك، عم جرب، بدي شوف إذا ممكن يكون في أفضل. وعن جد أنا توصلت كطعمة وكريحة وكجوسي لخلطة أفضل منها.
لكن ما بقول على هديك أنا سيئة نهائيا. هديك شغال فيها عملكم والله 16 17 سنة، لكن طلع معي خلطة بعيارات وبإضافات وبترتيب، خلطة أطيب منها وريحتها فواحة أكثر منها وبتجذب الزبون أكثر منها. فماشي فيها هلأ، غيرت، لأنه هذا السؤال انسألت كتير كتير فيه، إنه هل الشاورما الخلطة اللي أنت عطينا عم تشتغل فيها؟ إيه صدقا بالله العظيم بأولادي، أنا سابقا قبل 4 أو 5 سنوات كنت شغال فيها طوال 16 17 سنة، لكن من فترة عم لكم 4 أو 5 سنوات أنا سويت خلطة جديدة، جربتها أكثر من مرة، جربتها وأخذت آراء الناس وانطباعاتهم ونسبة نجاحها ونسبة فشلها. هذا كله تجارب يا شباب. نحن مثل اللي عم يشتغل بالكيمياء، مثل اللي عم يشتغل بالكيمياء، شلون هداك بفوت على المخبر وبيقعد بيشتغل هيك، نحن هيك مهنتنا. انت بدك تطبق، انت بدك تخترع، انت بدك تبتكر شيء إلك انت، شيء يميزك عن دون أمة الله كلها. فتوصلت لخلطة مميزة 100%، بتمتاز عن الأولانية. فمن الطبيعي والبديهي أني أنا غير الطريق، غير مساري. أنا طالما انوجد عندي شيء أفضل، من الطبيعي أنه اشتغل فيه وحقق لي نتائج أقوى، حقق لي نتائج أقوى من هديك. الناس والزباين بتقلك الشاورما تبعك كانت طيبة وصارت أطيب. مو أنا اللي بحكي، المعيار تبعي وتبعك وتبع أي واحد هو الزبون، هو الكاستمر، هو اللي بيقلك أنت ماشي صح، وهو اللي بيقلك أنت ماشي غلط وأنا ما عاد أرجع لعندك. هذا الحكي قولا واحدا. بنيجي هلأ يا شباب لموضوع يا شيف أبو فراس، ليش أنت الوحيد بين كل معلمين هالشاورما اللي ما بيحط توم واللي ما بيحط زيت بالخلطة، مع انه كتير ريسين شاورما بيحطوا توم وبيحطوا زيت وبيحطوا توم بودرة وبيحطوا بصل بودرة؟ شمعنى انت يا اخي؟ يعني شو على راسك ريشة يعني؟ لا، انا ما على راسي ريشة، لكن انا جربت وعرفت شو الفرق بين هذه وهذه. ولو سألنا هالسؤال هاد للأشخاص اللي بيحطوا توم وبيحطوا زيت بقلب خلطة الشاورما، صدقوني رح تاخذوا إجابة مبهمة. رح يقولوا لك التوم ما بيخليه يضرب، الزيت بيعمل له لمعة. طيب كيف التوم بيخليه يضرب؟ يا جماعة الخير، أول شغلة براس القائمة، التوم بقلب خلطة الشاورما مع المدة الطويلة اللي انت عم تشتغل فيها والحرارة ووهج النار اللي انت عم تشتغل فيه، هذا التوم بده يصنصن، بده يكون السبب الرئيسي والبداية انه تطلع لك ريحة بقلب سيخ الشاورما، بالإضافة للأسباب اللي حكيناها. الزيت اللي عم تحطوه شو الهدف منه؟ بيقول لك مشان يلمع السيخ. طيب عندك علم يا حبيبي يا غالي، انت عم تحط السيخ بسيخك زيت، الدجاج عندك كله بصير مزابق، بتصير بتمسك قطعة الدجاج بتلاقيها عم تزحلط زحلطة بإيدك،
وهذا الشيء ما بيبين معك أثناء الخميرة، بيبين معك تاني يوم بعد ما تصفي، تجي بتطالع قطع الدجاج بتلاقيها عم تزبلط زبلطة بين إيديك. طب أنا شو بدي فيها هاي؟ أنا جربت، حطيت زيت وحطيت توم قديما، هذا كله جربناه نحن. لكن من التجارب يا أخي الكريم، من التجارب، وتعرف السيء من الجيد. بتصل لمرحلة انك خلص بتقرر انت اتجاهك وين. انا ما بدي احط توم، هذا التوم عم يعطيني طعم سيء بعد فترة من الزمن، وعم يعطيني ريحة كريهة. زيت، انا ما بيناسبني احط زيت. انا حاسأل سؤال لأي واحد موجود بهالقناة عنا بالقناة، انت يا اخي الكريم لو سمعتني مرة وتنتين وثلاثة واربعة وما استفدت من كلامي، بتتمك عم تتابعني؟ انا واثق لا. ليش؟ لانك ما استفدت مني. انا عم ساوي لك وجع راس، انا عم بحكي كلام ما في منه فايدة، عم ضيع لك وقتك، عم بهدر لك وقتك الثمين. فبتضطر انك تعمل لي الغاء مشاركة وتدور على واحد غيري. وانا هون جربت التوم وجربت الزيت، فلقيت ما في منه فائدة. نكهة التوم اللي انا بدي اخذها من هون، انا اوريدي لو فكر فيها شوي بس، انا اوريدي موجودة عندي بالجارليك صوص، بكريم التوم. انا موجودة عندي بكريم التوم، وانا عندي القدرة الكافية انه خلي سيخي وقت اللي يتعلق على على شواية الشاورما يطلع عم يلمع لمع هيك وبدون ما احط له زيت. مصلحتنا رح احكيها، وبعد منها ان شاء الله رح اختم. مصلحتنا يا شباب، ومو بس الشاورما، لاني انا مو بس شيف شاورما، مصلحتنا صار فيها اجتهادات شخصية كبيرة خاطئة. اجتهادات شخصية كبيرة خاطئة. بيعتقد الشخص اللي عم يعمل هالاجتهاد هذا انه هو على صح، انه هو على صواب، لكن للأسف الشديد هو على خطأ. والتجربة أكبر برهان. أنت ما فيك تحكم على هذا كويس وهذا عاطل لحتى تجرب. بعد ما تجرب أنت بتعرف وين الكلام الصح وين الكلام الغلط. بتمنى من الله عز وجل إني كون وصلت بعض الأفكار حول هالموضوع هذا، وبرجع بعيد مرة تاني وبترجى كل واحد رجاء خاص، مو بشاني لحتى اتفاخر انا وانفش ريشي، لا، لحتى تستفاد العالم الموجودة بالقناة عنا. كل واحد جرب خلطة الشاورما اللي موجودة على القناة يسكرنا. وقبل ما احكي بالمقادير اللي انا حاططها وبطريقة الشغل يسكرنا. هل يا ترى الشاورما عنده عم تطلع ناشفة؟ هل يا ترى سيخه عم يطلع له ريحة؟ هل يا ترى طعم الشاورما عم يضرب عنده آخر الليل؟ اسكروا لنا هذا الكلام، ببوسكم من بين عيونكم، والله مو بشاني، بس بشان هالأشخاص اللي عم تتفرج على هالفيديو واللي عم تتابعنا بهذه القناة. وانتو إلكم كمان الأجر والثواب، لأن مو بس أنا، لأنكم انتو جربتوا ومفروض تحكوا. المفروض انكم تحكوا. هلا أنا بعرف إنه في بعض الأشخاص ما بيحب مثلا إنه يقول أنا والله أخذت خلطة من فلان
وجربتها وطلعت ظريفة، بحب يحتفظ بهذا الشيء لحاله، أنا ما بلومه. لكن اللي ما عنده مشكلة، أنا جد بترجاه إنه يذكر بتعليق إنه جرب، وأحد الأمرين، يا أما الكلام اللي أنا عم بحكيه غلط، يا أما الكلام اللي أنا عم بحكيه صح. هلأ بنجي لآخر سبب بمشاكلنا هذه كلها واللي كتير بيقعوا فيه، اللي هو الدجاج ما بيكون مصفى صح. تطلع على صينية معلم الشاورما هو عم يشك مسبح مي. فوقت بيجي بشك هالشاورما، صارت كمية المي داخل الدجاج بشكل كبير، طلع فيه لبرا، فتح النار، قال بسم الله، الدجاج لساته مليان مي، قد ما كبس وقد ما اشتغل وشو ما عمل بده يخنق من المي اللي موجودة. طيب أنا سؤالي لكتير من الأخوة، أنت وقت عم تخمر يا حبيبي، مشان شو كمية المي الزايدة اللي عم تحطها؟ هي وحدة. تاني وحدة وهي الأهم، أنت وقت بدك تشتغل بشكل صحيح، مو المفروض إنه الدجاج يكون مصفى عندك قبل بوقت؟ يعني على سبيل المثال، أنا اليوم إجاني الدجاج الساعة 10 الصبح أو 11 الصبح، لبين ما غسلوه الشغيلة اللي عندي وصفيته وخمرته، أكل له ساعة ساعتين زمان، يعني صار مخمر الساعة 1 الظهر، خمرته الساعة 1 الظهر، حطيته بهالبراد، بتركه بالتخميرة للساعة 8 9 المساء أو 10 المساء. هذا الدجاج أنا بدي أشتغل فيه تاني يوم، يعني سيخ تاني يوم، حطيته بمصافي وزتيته بهالبراد. جيت تاني يوم أنا بلاقي الدجاج تبعي ناشف، ما في مي، مصفي صح، بيريحني بالشغل، بيريحني بالشك، صينيتي أثناء الشك ناشفة، النتر اللي بينزل عندي بينزل ناشف مو مي. هذه كلها أشياء بتلعب دور يا أخواني. المي الزيادة بالخميرة، عدم التصفاية، عدم الكبس أثناء وقت اللي أنت عم تشتغل برا، بدك باستمرار تكبس السيخ لحتى ما يعبي هواء. سيخ الشاورما بمجرد ما عبى هواء مباشرة ضرب. فما فينا إنه نقول هو عامل واحد بس لموضوع وسبب رئيسي إنه سيخ الشاورما عم يضرب عندي وعم تطلع له ريحته. هي أمور كلها مترابطة ببعضها، شبكة واحدة. أنت وقت بتهمل موضوع من هذه الأمور شغلك ما هو صح، لكن وقت بتنفذ هذه الأمور كلياتها وما بيكون في عندك أخطاء، صدقني ما حتعاني من هالمشكلة نهائيا بدون أي نقاش. بختام هذا الفيديو إن شاء الله بتمنى للجميع الرزق والصحة والخير والسلامة والتوفيق بعملكم. تحياتي لكم، وأتمنى أنكم تستفادوا من هذا الفيديو، وهذا الشيء راح أشوفه بتعليقاتكم. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.